ألف ألف مبروك يا كابتن علي، تأهلكم إلى المباراة النهائية. كيف كانت مباراتكم اليوم؟ وأغلب المباريات تقريبا سيطرتوا على الشوط الأول، والشوط الثاني كنتم نسبيا. أول شيء الله يبارك لك، الله يبارك فيك. المباراة صراحة كانت صعبة على الطرفين. بالشوط الأول سيطرنا على مجريات المباراة وضيعنا فرص كثيرة، وخفنا نندم بالشوط الثاني. الشوط الثاني صح كان متكافئ، لكن الحمد لله انتهى المباراة بالفوز، والله مالك الحمد. يعني اليوم كان الفوز مستحق لنا، وحرام تخرج النتيجة غير الفوز لنا والله. وكيف استعداداتكم للمباراة النهائية؟ والله نبغاها مباراة تليق بسمعة الفريقين وتليق بسمعة نادي الشروق. نبغاها مباراة أخلاقية، والفايز بارك له، والخاسر بقول له حظ أوفر. هذا هو. نكمل المقابلة. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. إن شاء الله. ألف مبروك يا كابتن ياسر، تأهلكم إلى المباراة النهائية. كيف كانت مباراتكم اليوم أمام فريق التلال؟ فريق عنيد، فريق قوي. الله أولا نشكر الجماهير الحاضرة اليوم، حضور جماهيري غفير وشخصيات اجتماعية ورياضية من كل مناطق يافع تقريبا. ما شاء الله الحضور الجماهيري اليوم يمكن 300 إلى 400 نفر. نقول اللاعبين شروق جدة ألف ألف مبروك الفوز، قدمتم واجبكم وما قصرتوا. وهارد لك الفريق التلال، كان ند قوي، ضيعنا كثير من الفرص أمام التلال، ما استغلينا ولا ما أحسنوا الاستقلال يعني عند المرمى، ولكن الحمد لله بضربات الترجيح حالفنا الحظ وكنا نستحق ضربات الترجيح وبغيرها. ونقول هارد لك للتلال، واللقاء الخميس القادم مع الأسطورة إن شاء الله يكون نهائي يليق بهذه البطولة، ومن فاز نقول له ألف مبروك. حفظك الله يا كابتن سالم على جهدك، ما قصرت، ونشكر الجميع. حفظك. ابو عارف يلا